واحد السلام عليكم ورمضان مبارك. وبما انه رمضان فضروري ندويو على الصيام والفوائد ديالو، نعرفوا اش تيوقع في الجسم ديالنا ملي تنقطعوا الاكل، ومنها نفقسوا صحاب رايبي وطونيك الله يهديهم. فحل معايا داك الراس ويلا بينا. قبل ما ندويو على الفوائد راه خاصنا نعرفوا اولا كيفاش نصوم. فمن اساسيات الصيام الصحيح هو الافطار الصحيح. فماشي سميتك تضرب 6 جبانيات د الحريره وتزيد البيض والمسمن والبغرير والقهوه والحليب والتمر. انا كندوي وعييت، فما بالك بمعدتك. بهذه الطريقه صديقي غنسى شي حاجه سميتها الفوائد، لان الصيام اللي كدير هو الصيام ديال هاد خوتنا تيصوموا ومن بعد كيفاجئوا الجسم ديالهم بكميات كبيره من الماكله، وهذه احسن طريقه يرفعوا من الاوزان ديالهم. وهذا الشيء كيفسر زياده الوزن في رمضان مع انك كتضل صايم النهار كله. والناس اللي كتشعر بالتعب والخمول راه ماشي بسبب الصيام وقله الماكله، بل العكس. انا نشرح لك. داكشي اللي كتاكل اغلبيه كيكون فيه السكر اللي هو الجلوكوز. هاد الجلوكوز باش يتحول لطاقه كيخصو الانسولين اللي كيلصق في هاد اللعيبه د الخليه ويبعث اشارات يخليها تمتص السكر وتحولو لطاقه. وانت من كتدخل كميات كبار من الجلوكوز للجسم خصو ينتج بزاف ديال الانسولين باش يستوعب ديك الكميه. هنا كيوقع الفرق وكيبقى الانسولين بكميات كبيره في الدم، وهذا هو السبب اللي كيخليك تشعر بالتعب. ولا كنتي كتعيا في رمضان فاعرف باللي كدير شي حاجه غلط، لانه الصيام كيزيد الطاقه والنشاط ماشي العكس. من غير دوك 3 ايام الاولى فعادي تحس بالتعب، لانه الجسم ديالك كيتغير عليه السيستم، وغير كيتعود غيجيك عادي ويزيد النشاط ديالك. ومن تحت الطبله ما تهجمش سميتك، صيفط الاول ميساج لمعدتك بشويه ديال التمر، قول لها راه جايه الماكله باش تكون مستعده. ومن تسمع الماكله راه كندويها على شويه. ها انت قديتي ماكلتك. فشنو هما الفوائد الصيام؟ اولا الجسم كيتخلص من الكوليسترول اللي في الدم، الرئه كتطلق السموم اللي فيها وكتنقي راسها، المعده والامعاء كينقيو راسهم، والكبده كتطلق ماده ثانويه للطاقه. هاد الفوائد يلاه هنا اكتشفها الغرب وخلاهم يفتحوا مراكز للعلاج بالصوم وينشروا كتب عليه، من اشهرهم ذا فاست دايت اللي كتعني الحميه بالصوم. في الاول د الكتاب كتلقى كل مزيان في 5 ايام وقلل الكالوري ديالك في يومين. ما فكركمش هاد الشيء بشي حاجه؟ صيام الاثنين والخميس اللي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه اكثر من 1400 سنه، واللي للاسف القله القليله اللي متبعه السنه د الرسول صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا. وللاشاره داك الكتاب كيدوي بطريقه علميه محضه وبين باللي احسن حاجه للجسم هي انك تبقى تصوم ديك يومين من كل سيمانه. باك كنكونوا وصلنا للنهايه. حاولت نختصر لكم هذا الموضوع وندوي غير على الجانب الجسم، فراه رمضان فيه فوائد كثيره. كنتمنى نكون توفقت واستفدتوا شي لعبه. والناس اللي كتسمعني دابا كنقول لكم رمضان مبارك سعيد.